بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من واقع الحياة بتدور أحداث القصة دي حوالين 2 صحاب بيحبوا الصيد في الصحراء، وفي أثناء الرحلة دي وهم بيتكلموا مع بعض شدوا في الكلام، زاد الشجار بينهم، واحد منهم اتنفذ على التاني وراح ضربه بالقلم على وشه. سكت الشخص اللي انضرب بالقلم على وشه وحس بحزن وألم شديد جدا بعد ما تعرض للضرب من صديق عمره، لكن من غير ما يقول ولا كلمة واحدة، وراح كاتب على الرمل: النهاردة صديقي المقرب ورفيق عمري ضربني على وجهي. وسكت وكمل الرحلة معاه. استمروا بعدها في المشي لحد ما وصلوا واحة جميلة جدا، فقرر صاحبه اللي ضربه بالقلم انه يستحمى في بحيرة الواحة، لكنه هو نازل اتعلق في مستنقع للوحل وبدأ ينزل في الوحل ويغرق، لكن صاحبه ما سابهوش، جرى عليه وأنقذه. وفي وقتها بعد ما طلع صديقه من الوحل كتب على صخرة كبيرة الجملة دي: اليوم صديقي المقرب أنقذ حياتي. وهنا سأله صديقه اللي انضرب على وشه وأنقذه: لما انت ضربتني كتبت انا على الرمل، ودلوقتي انت بتكتب على الصخر، ليه عرفني كده؟ قال له: طبيعي لما حد يأذينا واجب علينا ان نكتب اساءته على الرمل علشان تمحيها الرياح وتتنسي. رد صاحبه وقال له: وكمان لما حد يقدم لنا المعروف لازم اننا نحفر اسمه والموقف اللي عمله على الصخر علشان ما ننساش لا الموقف ولا الشخص ابدا. وكمان عمر الرياح ما تمحي المكتوب على الصخر ابدا، الحاجة الكويسة هي بس اللي بتدوم. فكر لبكرة. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.